جديد معرض الإنتاج الوطني في طبعته 25. هذه الحافلة الجميلة رباعية الدفع من تصميم وتصنيع جزائري 100%. إنتاجها تزامن وتنفيذ مخطط إعادة الهيكلة الذي قدمه مجمع SMVE للسلطات العمومية سنة 2015، ويقوم على مراجعة التسيير بأهداف واضحة: تنويع المنتوج وتحسينه، تحديث وعصرنة أدوات الإنتاج، ومواصلة التكوين وتطوير البحث. نشاط رصدت له ميزانية استثمار قدرت ب 91 مليار دينار في 2015، وهذا بعد ميزانية أولى ب 13 مليار دينار في 2012. والله الحافلة هذه طلبت منا من طرف وزارة النقل والأشغال العمومية في الصيف 2015. اليوم 16 شهر من بعد أنتج هذه الشاحنة. عندنا طاقة إنتاجية حتى 300، ولكن احنا سننتج حسب السوق. نتمنى بالسوق الداخلية والسوق الإفريقية كذلك. أيوة. كما تعرفون احنا وقعنا عقد لتزويد شاحنات لشركة إفريقية بالكونغو. داخل الورشات الحاضنة لأقسام كثيرة يمر عبرها الإنتاج تصنيعا وتركيبا وسط وعي متزايد لأزيد من 2200 عامل بفرع الشاحنات والحافلات بالرويبة، بأن مستقبل الشركة في العمل في المردود وتمكين المنتوج من القدرة التنافسية دون إهمال الجانب الخاص بالمناخ الاجتماعي داخل الشركة. D'accord, donc c'est une conception qui a été faite par le bureau d'études, parce qu'on a un bureau d'études et recherche. Disons qu'il est intégré à hauteur de 70%, parce que le reste, bon, tout ce qui est motorisation, boîte à vitesse, c'est importé au Hada la Belcom. Dans le futur, même au niveau de la motorisation, elle sera fabriquée au niveau de Constantine. ان شاء الله ناجيتي بليس دو كاليتي البرودوي تاعنا، يكون عندنا برودوي ان شاء الله خير من اللي كان مع لا جونيس هذه كامل كذا. هنا باغ اكزومبل لوطوبيس هنا كامل دي جون براسك، ما هي قالت لك على 60%، نقول لك هنا في لوطوبيس راهم 90%. المجمع في انفتاح متزايد على عنصر الشباب المتكون وعلى الشراكة الصناعية، بدليل دخوله في رأس مال 5 شركات بإنتاج متنوع ونسبة إدماج تقارب 70%.